لغز وفاة السندريلا. التحقيقات قالت إنها انتحرت. سعاد حسني كانت في أحد المصحات النفسية وبتاخد أدوية اكتئاب، وكمان الدولة رفعت الدعم عن علاجها. كانش قدامها قرار غير إنها تنزل تكمل علاجها في مصر. لما نبص على ظروف الوفاة وملابسات اللحظات الأخيرة قبل الحادثة، مكشوفها أن أصوات شجار سمعت في الشقة التي كانت تقيم بها سعاد. سمعوا صريخ وسمعوا. يبقى في جهة أو حد عايزين يتخلصوا من سعاد حسني وهي في الظروف دي. معقولة اللي عندها يكون أخطر من اللي قالته اعتماد خورشيد؟ من حادث وفاة عمر خورشيد وما بين سعاد حسني كانت ناوية تكتب مذكراتها، وبالفعل اشتريتها منها قناة عربية. لطيف المناوي اللي كان مراسل في لندن وقتها وقعدت معاه حوالي 3 ساعات ونص، وبعد سنين يبقى عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار في الدور العاشر. لما البوليس ما رضيش يقول لي اكتر من كده خالص. جثة راجل، كلنا حسبنا راجل.